ولقن الصمت تعاليم حزنك وآلامك، لا تكن جبانا وابق مراهقا مثلي. ندوتنا اليوم هي ندوة تعريف واحتفاء بصدور رواية أديبنا السوري هوشنك أوسي. رواية اسمها حفلة أوهام مفتوحة، صدرت هذا العام عن دار سؤال في بيروت. هو بالنسبة له روايته الثانية بعد روايته الأولى وطأة اليقين اللي صدرت بأواخر عام 2016 عن دار سؤال نفسها، واللي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية. أنا جرحي وعير وحزني ساكن وكل مكتوب عالجبين. أنا أهديت هذا العمل إلى الطفل السوري الكردي آلان الذي وجد غريقا على ساحل بحر إيجا في منطقة أزمير التركية في 2015. هذا الطفل يعني يختزل في صورته يعني كل أو المأساة السورية بشكل عام، ضحايا الحروب، ضحايا السوريين، وضحايا كل الحروب التي شهدها العالم. يكتب أيضا في الرواية أنه الحياة بمجملها حفلة أوهام مفتوحة ندخل إليها لا نعرف لماذا، ونخرج منها ولا نعرف أيضا لماذا، ولا نعرف إلى أين، كما هي الحياة تماما. الانتماء يعني بيطرح سؤال، فعلا سؤال الانتماء، طبعا بدون سؤال، بس أنت بينطرح بذهنك هذا السؤال وأنت عم تقرأ الرواية، أنه هو انتماء السوري حاليا وخاصة بعد الثورة اللي هو صار مشتت بكل أنحاء العالم، وبنفس الوقت صار عم ينتمي لمجموعة من الثقافات. فأنا برأيي الرواية عم تدمج هاي الاندماجات والهويات مع انتماء عميق هو انتماء السوري، مثل تماما ما اندمجت هاي كل الأحداث برواية هوشنك بالقضية الأساسية فيه كسوري وككردي.